محافظة على الاستراتيجية الواعدة التي سطرها رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد عبد الوهاب زياني لخدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق الثروة والدفع بالمؤسسات الجزائرية نحو السوق الإفريقية. كثفت الكونفدرالية نشاطها وسجلت بصمتها في مختلف المواعيد التي مرت عليها بلادنا، باعتبار الكونفدرالية شريك فعال في مرافقة تجسيد الجزائر الجديدة بنموذج اقتصادي بعيد عن الريع البترولي. وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحفيظ هني دعوة رسمية للسيد عبد الوهاب زياني رفقة رؤساء الفيدراليات بغية ابتكار حلول ذكية وتقديم استشارات تتماشى والسياسة الوطنية للفلاحة التي سطرها بإحكام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لقاء وزير الفلاحة هو فرصة سمحت بنقل انشغالات المستثمرين الفلاحيين بالإضافة إلى جملة الاقتراحات التي تساهم في بناء قطاع فلاحي يعتمد على البحث العلمي. ولعل أهم حدث شاركت فيه الكونفدرالية هو الطبعة 21 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية سيبس فلاحة بقصر المعارض الجزائر العاصمة وبحضور أعضائها وخبرائها. كان هذا الفضاء التفاعلي لسيبا واجهة للقاء الفاعلين في مجال الفلاحة بغرض تبادل الخبرات. أهم حدث ميز الكونفدرالية خلال الفترة المنصرمة هو استقبال وفد نيجيري بالتنسيق مع المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يترأسه السيد عبد العزيز مجاهد، حيث التقى الوفد مع رئيس الكونفدرالية وتبحث معه سبل تنويع الشراكات بين البلدين. هذا ولا يتوالى السيد زياني في عقد اجتماعات يومية مع أعضاء الكونفدرالية للاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تواجههم في تطوير استثماراتهم.